اهلا بيكم حبايبي. لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا. انا اسماء سليم، وهنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجه، لا هنعمل طريقه محشي بطريقه سهله جدا. هنجيب طبعا الاول الخضره، هنقطعها ننضفها ونروح مقطعينها. عندنا حزمه كزبره، حزمتين بقدونس، وحزمه شبت. وهنجيب البصل نقطعه. انا ما بحبش اعمله في الكبه، ما بحبش انعمه او بخليه يبقى طعمه ظاهر شويه، فبعمله مربعات. وانا هنا بروح حاطه الاول الصلصه مع السمنه، واروح واخداها مثلا غلوتين 3، واروح ضايفه عليها البصل ياخد غلوتين. بعد كده بجيب، انا عندي هنا مقدار كيلو رز، حط عليه حوالي ربع كوبايه زيت، وحط عليه ملح وفلفل وكمون وكزبره ونعناع بس كده، واروح ضايفاهم مع الرز ومقلباهم بالرز كويس جدا. وبعد كده بروح حاطه فلفلتين رومي، ممكن تخليهم حراق او زي ما انت عايزه، وتروحي حاطه الخضره. كل ده تروحي مقلباه مع بعضه، وتروحي جايبه الصلصه، تروحي نازله ضايفاها على الرز. وبعد كده بتسيبي حبه صغيرين دول هنحطهم على الشوربه بتاعه الفراخ اللي احنا هنسقي بيها المحشي. وهنا انت لما تيجي تحشيه ما تحشوش للاخر عشان الرز يستوي معاكي ويبقى طري، وما يبقاش المحشي مكتوم. وتروحي منضفاه من بره كويس عشان خاطر ما يبقاش فيه رز في الحله، زي ما انت شايفه كده اهوت. دي طريقه محشي خفيفه وسهله ومش متسبك قوي، وبرده مش ني، يعني وسط، وهيبقى طعمه جميل قوي معاكي. كده احنا حشينا المحشي كله خلاص. طبعا انا هروح احشيه وارجع لكم. كده انا رجعت، انا سخنت الشوربه وحطيت عليها الصلصه اللي اتبقت وظبطتها بالتوابل، ورحت نازله عليها ضفتها على المحشي. وبعد كده رحت لما المحشي خد غلوه رحت مغطياه، وحطيت غطا حله زياده من تحت عشان اقفله كويس. وبكده المحشي خلص.